مالك؟ طلبتيني؟ يا زياد تعالى. اوكي. هو انت بتروح فين؟ فجأة كده بتختفي. امبارح قبل ما اتكلم مع الموظفين ما لقيتكش موجودة اصلا، انت رحت فين؟ لا كان حسين لما خطفناه ونزلنا وكده كان نزل من غير فلوس، فهو راجع كلمني اضطريت اروح له يعني على طول. بمناسبة حسين، انا كنت جايبه له حاجة بسيطة يعني عشان اللي هو عمله معانا، يا ريت تديها له. طب وينفع يعني حد يدي لحد هديه عشان يديها لحد تاني؟ طب خلاص كلمه في التليفون اهو، اسلم عليه واديها له انا. طب هو يعني ينفع حد يكلم حد عشان يجي يديله هديه؟ طب عايزني اعمل ايه؟ مش انا اللي عايز، بابا هو اللي عايز. ايه؟ ازاي؟ بس انا ماليش دعوه بقى، ايه انت تتعاملي مع بابا. ازيك يا ملوكه؟ امبارح انت مشيتي من غير ما تدوقي اكل، وعرفت خلاص ان المشكله بتاعت الشغل انتهت ومية مية دلوقتي. النهارده بعد ما تخلصوا الشغل انا مستنيكم، اعمل لكم شويه غدا. ايه؟ صينيه مكرونه بشاميل، شويه بطاطس انا سالقهم بايديا. وانت باباك ده مش بينسى حاجة؟ عشان انا وحسين على طول بنتريق على اكله، فانت لازم تيجي تحسمي الموضوع ده. لا والله يا زياد مش هينفع. بقول لك ايه، احنا مش عايزين فضايح. هتلاقي بابا داخل علينا في الشركه معاه صينيه بطاطس او حله محشي مش هنعرف نلمه. والله الفكرة بس ما فيش فكره، احنا لازم نروح النهارده سوا مع بعض، اعملي حسابك اوكي؟